يعني تريد أن تطمئن أكثر لهذا الأمر. بدأت سؤالها قالت عندي ولد واحد، بعد ذلك ربي رزقها بثلاثة ما كتبهمش ربي. هذا كلام ممتاز، لأنه كلام من صميم العقيدة. ربي هو اللي يرزق، ربي سبحانه هو اللي يرزق الذكور، هو اللي يرزق الإناث. خاطر ثاني مشكلة أخرى أيضا، واحد إذا أعطى له ربي غير البنات يتقلق ويمرض ويسخط، ومنهم اللي يطلق زوجته على جال كما يقول جابت لي غير الولاد إلى غير البنات، وهذا أمر لا يصح. هذه من عادات الجاهلية. لازم كل واحد يقول مرحبا باللي أعطى ربي، مرحبا استكشار ربي، أي ندي فيك ربي مرحبا. ثم العبرة في الصلاح، هذه مسألة أخرى. ممكن واحد يعطي ربي طفلة تكون أصلح من 10 رجال والله. وممكن المتنبي قالها زمان: وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. فبالتالي إذن احنا نقولوا المهم ربي يرزق بالأولاد الصالحين، ذكور ولا إناث، واحد ولا أكثر. أنت قلتي بارك الله فيك الأخت سامية، ممكن ربي يجعل البركة إن شاء الله في واحد اللي عندك أكثر من مهما كان العدد. فقلتي كنت مقتنعة والحمد لله، وهذا شيء طيب أنه تستقبلي عطاءات الله عز وجل برضا وبيقين وبحمد الله وشكره. ولكن حدثتي عن العقلية، هنا مشكلة أخرى. هنا مشكلة أخرى. قبل الأستاذ الفاضل سي محمد يدير كيتكلم عن الرأي العام وكذا. الرأي العام هذا ما يلزمش هو اللي إذا كان مليح الله يبارك، أما الرأي العام اللي يدينا الهاوية ماشي مليح، ما نقبلوش. إذا جاو لك قال لك لازم يكون عندك طفل واحد آخر ولا الآخرين وعندك غير عين واحدة، ربي يعطي البركة الكبيرة إن شاء الله في وليدك هذا اللي عندك. أولا نحن نطلبوا ربي باش ربي يرزقك، نسأل الله باش يرزقك ذكور وإناثا. آمين. هذا الدعاء ندعو به، ولكن القرار الأخير يرجع لربي سبحانه عز وجل. ثم أعطوا لك اقتراح، قالوا لك تروحي لعجائز ولا تدخلي في نفق الشعوذة. نقول لك يا الأخت سامية هذا ماهوش مليح، ماهوش مليح. نقول لك روحي عالجي، نعم، روحي الأطباء، اتخذي الأسباب، هذا نعم. ربي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ربي أعطى قيمة للإنسان وكرمه وأعطى قيمة للعلم. ما يلزمش واحد يدخل في واحد النفق نتاع الشعوذة ونتاع السحور ونتاع كذا وكذا. واش من الفائدة لو كان بالسحور يكون عندك أولاد ولكن جبتهم بطريقة بهذا الشكل؟ ثم كيف تجاوب ربي سبحانه يوم القيامة؟ وزيد نقول لك أكثر من ذلك، كل شيء في يد الله سبحانه وتعالى. ماشي العجوزة، ماشي تحط يدها في بطنك ولا كذا. كل هذه الأمور لا قيمة لها في ميزان الشريعة وفي ميزان العلم. النصيحة نتاعنا هذا مدينية والتماثنا سامية، الحمد لله سياض الإيمان سياض القناعة، لذلك ربي إن شاء الله ذمي ماكي وكمد يرزق ربي إن شاء الله سدرية غرزدات إن شاء الله. ولكن ابعد الشوالاقي الشعوذة كذا، روح تذاويض كما عين ربي تقيد الأسباب، ولكن تفضي ربي سوى القناعة. وأنت لست مضطرة أن تقدمي هذه المبررات. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح، قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. واحد الإنسان باش يكون إسلامه صحيح ما يدخلش في يدير في متاهات ويسأل، يدير محضر. لازم في كل عرس، في كل جنازة، في كل دورة تديري تقرير. أنا زاد عندي طفل هاو راه حي وثلاثة الآخرين ماتوا لفوسكوش إلى آخره. حتى اللي يسألك هذا السؤال يكون عندك قوة شخصية ماشي شرط تجاوبيه. انت علاقتك بينك وبين ربي سبحانه راكي راضية، راكي مقتنعة، حمد ربي سبحانه عز وجل، وما تتقلقيش من هذه الأسئلة اللي تجيك. وما يلزمش يكون عندك هذه الوسوسة. تفضي ربي، ربك مد يرزق الخزين سيدي ربي مقريث والكفونت والحفونت والفنونت.